الايفون ده اوعى تشتريه لان تقريبا عمره انتهى. الايفون ده وهو ايفون 11. مشكلتي مع ايفون 11 انه حرفيا موبايل اندرويد اقتصادي مستخبي في شكل ايفون. والمشكلة مش هنا، المشكلة ان الموبايل ده بيتباع بارقام غريبة. في محلات بتبيع الموبايل ده هنا في مصر مستعمل ب 11000 جنيه، في محلات تانية بتبيعه برضه ب 13000 جنيه، وبيتباع هنا في مصر جديد بحوالي 26000 جنيه. بعيدا بقى عن ان الموبايل ده ايفون او اندرويد، فالموبايل سعره غالي. اول حاجة غريبة في ايفون 11 وهي ان شاشة الموبايل ده IPS LCD. موبايل بيتباع هنا في مصر جديد ب 26000 جنيه، شاشته IPS LCD. في موبايلات هنا في مصر بتتباع ب 8000 جنيه، الشاشة بتاعتها أموليد، زي مثلا الريدمي نوت 13 من شاومي. ولو انت برضو ما تعرفش ايه الفرق ما بين الشاشة الأموليد والشاشة الاي بي اس، الشاشة الأموليد بتكون شاشة طبيعية، ألوانها بتكون تحفة، ألوانها بمعنى أصح بتكون طبيعية. الكلام ده بقى يعني يعكسه في الشاشة الاي بي اس، شاشة ما بتكونش مشبعة بالألوان، زوايا الرؤية بتاعتها مش مظبوطة، يعني انت لو بصيت للموبايل من الجنب بتلاقي الشاشة مش واضحة قدامك. يعني بص، ده موبايل شاشته اي بي اس، لو انت بصيت للموبايل ده من الجنب هتلاقي الشاشة بتاعته مش واضحة. في الشاشة الأموليد بتكون الشاشة واضحة من الجنب. تاني حاجة وهي التحديثات، الموبايل ده على حسب الكلام انه السنة الجاية مش هينزلوا تحديثات من شركة ابل، فدي حاجة لازم برضو تكون عارفها لو انت قررت تشتري ايفون 11. الحاجة الثالثة وهي الكاميرات، ايفون 11 من وجهة نظري بيقدم اسوأ كاميرا موجودة في اي ايفون. يعني انت مثلا لو بتحب التصوير ما انصحكش بايفون 11. كاميرا الموبايل ده بتطلع الصور دي ممكن تطلعها باي موبايل اندرويد في فرق 8000 جنيه. يعني مثلا الصور اللي قدامكم دي متاخده بكاميرا ايفون 11، وبصراحه يعني انا جربت ايفونات اقل من ايفون 11 زي مثلا ايفون 7 بلس، الموبايل ده بيطلع صور احلى من الصور اللي طالعه من ايفون 11. بس الحق يتقال ان الكاميرا السيلفي اللي موجوده في الموبايل ده حلوه، بتطلع صور الزوايا بتاعتها مظبوطه. انا عايزك تركز معايا كده في الشويه دول، لان انا جايب لك بديل احلى تقريبا من ايفون 11 بكتير، بالرغم ان هو موبايل اندرويد. والمعلوماتك برضو الموبايل ده سعره ارخص من ايفون 11 جديد. الموبايل ده وهو الريلمي 12 برو بلس 5G. الموبايل ده بيتباع هنا في مصر جديد، ذاكرة 256 جيجا، 12 جيجا رام، تقريبا ب 18000 جنيه. طيب الموبايل ده بقى بيقدم لك ايه؟ الموبايل ده بيقدم لك تصميم شيك وجديد ومختلف، وجايب شاشة كيرف شكلها تحفة، وجايب بصمة تحت الشاشة، وفوق كل ده الموبايل ده بيقدم لك كاميرا. الكاميرا دي من وجهة نظري أنا تنافس ايفون 15 برو. كاميرا الموبايل ده مختلفة، بتطلع صور فيها تفاصيل كتير جدا، ممكن تصور صور بورتريه على 3x من الموبايل ده، والصور بتطلع فيها عمق مش طبيعي. كاميرا الموبايل ده برضو بتعمل زوم 120x زوم، ودي حاجة احنا ما بنشوفهاش غير في موبايلات الفلاج شيب من سامسونج، احنا اصلا ما بنشوفهاش من ابل. يعني ال 15 برو ماكس مش موجود في الميزة دي.